السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. فاز المنتخب المغربي أسود الأطلس على منتخب تنزانيا ب3-0. مبروك تاني وتالت وعاشر لأسود الأطلس. فاز على تنزانيا، وهنا أنا ما بتكلمش كورة، انتوا عارفيني مش بتاع كورة، لكن بتاع ملامح أخرى ما وراء الكورة، ما تبرزه الكورة، ما تظهره الكورة لملايين المتابعين والمحبين لهذه اللعبة، خاصة فيما يخص المغرب. أولا، عادل عميروش مدرب تنزانيا الجزائري صرح تصريحات بائسة قليلة الأدب قبل المباراة بيوم، قال فيها أن هناك كولاسة ومحساسة، والجامعة الملكية لكرة القدم برئاسة فوزي القجع الرجل العظيم بتتحكم في الكاف وبتعمل 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 وبتاع، وكنا عايزين الماتش يتلعب الساعة 2 الظهر عشان بتوع تنزانيا مولفين الجو ده. عارف ان المغاربه واغلب لاعيبتهم بتلعب في اوروبا مش مولف الجو ده، فعايز يلعبهم في عز نار الجهنم، لان هناك حر جدا بالمناسبه والرطوبه عاليه، عشان يلعب بعامل الوقت خسه جزائريه. فقال لك اصل احنا طبعا تنزانيا قالت الكاف قال لا، بيلعبوا بالليل، ما ينفعش الظهر دي، ما حدش بيلعب الظهر، ما فيش حد اصلا سبق لعب الظهر في عز النار دي، ما حصلش يعني، اللعيبه ما ليه يعني. المهم بدأ بطريقته الجزائريه المعتاده في تلفزيونات الجزائر بعد لقاء عمله مع تلفزيون المغرب، هو خش راسه فيه، نشرته لك امبارح الفيديو ده، وقال لهم في لقائه مع التلفزيون المغرب واحنا ونتمنى الفوز للعرب اللي هم مصر وتونس والمغرب واللي هو شمال افريقيا، ونتمنى وبتاع، واحنا واحد وخاوه وباوه وجاوه وقرقر الجزائري ده الصبح هو اللي خش وجهه عشان يبومد الجماهير المغربيه. بالليل عمل مداخله مع قناه الشروخ الجزائريه، قام قايل بطريقته الجزائريه وهناك كولاسه ومحساسه وفسفاسه ولا انا الامور وتدار، واحنا ماشيين غير تابعين بس للقجع وللجامعه الملكيه لكره القدم في المغرب، وهم اللي بيحددوا طريقته، مع ان ده عكس اللي قاله الصبح لتلفزيون المغرب، لكن هو ده الجزائري وده اللي بقول لكم عليه. المهم المغاربه قاموا عليه والصحافه اصلا، واتنشرت في الصحافه المصريه واتنشرت في كل مكان، تصريحات لواحد بيمهد من البدايه خايف وبطنه مكركبه من المغرب، وبيمهز لخسارته زي ما حقيس دراجي قاعد يقول الارض فيها حفر، اصل الرطوبه اللي هي المبررات اللي بيمهدها علشان لما يخسر يبقى اهو كولاسه والمحساسه وما يبقاش فضحته بجلاجل في الجزائر. هو الهدف من تصريحاته دي اولا مجامله الكبرانات ابو الريال شنجريحه المختوم على مؤخرته بريال، ده النجمه الخماسيه زي ما قلت لكم كتير في فيديوهات سابقه، اتمنى تشوفوا الفيديو ده لانه عامل ترند، عامل بوم في المشرق. فعايز يجامل شنجريحه نمره 2، لو خسرت ما يبقاش ايه انا خسرت، يبقى كولاسه ومحلاسه وبسباسه وخسرت عشان الكولاسه، مش عشان انا فاشل وان انا قرقور فاشل من دوله فاشله خالص. طلع رئيس اتحاد الكرة التنزاني وقال انا لا يمثلني هذا، واتبرأ من تصريحات هذا العمروش الحمروش ده، انا اتبرأ منه، احنا ملناش دعوة، ده كلام، احنا نحترم المنتخب المغربي ونحترم الجامعة الملكية لكرة القدم ونحترم ما قدمه المغرب لكرة القدم ونحترم ونحترم ونحترم، وهذه التصريحات هيتحسب عليها. تاني يوم لعبوا معاه الاسود من الله، يا غافل لك رب يرد عنك، بقولها لك على طول، ديروا النية، الناس دي دايرة النية يا عالم. ايوه عملت ايه يا مولانا؟ لسعوا 3-0، هزيمة مهينة يستحقها، وعلى قدر نية هذا الحمروش ولا العمروش، وعلى قدر نية الناس اللي دايرة النية. ما شاء الله تبارك الله، والله يديكم والله على قد نيتكم، والله يزيدكم، والله يوفقهم، لا تملك الا ان تحترمهم. لا سمعت من مدرب المغرب كلمة شينة في حق حد، ولا هتسمع بالمناسبة، متربي ابن ناس، ابن حضارة، تربية ملوك،
ولا هتسمع من مغربي كلمة شينة. وشوف هناك هتلاقي السيدات بالقفاطن وقاعدين يطيبوا ويعملوا في كوت ديفوار مغربيات، وكلام حلو وبهجة ومتعة، رايحين ينبسطوا. والشباب يضحكوا مع ده ويعملوا مع ده، ويلاقي عرس يقف يقول لهم الصلاه والسلام ويزغرط، واللي بيصور من الاوتيلات يقول لك ايه ده دبي، ده دبي يا جماعه في كوت ديفوار، ده دبي. وتلاقي ادب، ويروحوا يصوروا الناس عاداتهم وتقاليدهم ويورونا بالمره وهو هناك، وقاعدين نتابعهم شباب زي الورد يفرح، ربنا يحميهم ويحفظهم ويرجعهم سالمين غانمين باذن الله، والكاس يجي معاهم بامر الله تعالى. هو ده. فقام ربنا واكس عميروش بثلاثه مهينه، اتلسوع 3 اهداف منهم هدفين. انا يلا نزلت بوست جول شويه ولقيت جول تاني، فانا ظنيت انهم بيعيدوا الجول اللي فات، اقسم بالله. قلت لا ده مش هو. يا عم انت بتتكلم جد. التالت وعميروش واقف، خزاه الله، خزاهم الله جميعا. ثم الانقح من ده بقى والاكتر والاغرب، الاقي تلفزيون الجزائر في الشوط الاول، النتيجه انتهت في الشوط الاول 1-0 للمغرب، ينزلوها عندهم في تلفزيوناتهم انتهاء الشوط الاول 0-0. عمركم شفتوا كده يا ناس في الدنيا يا خلق يا عباد الله؟ عمركم شفتوا كده يا عالم يهو على مستوى العالم؟ عمركم شفتوا كده؟ ينزل والله العظيم هنشرها لك هنا. انتهت النتيجة ب 0-0 في الشوط الأول. ايه ده يا جدعان؟ ده مفيش كده يا جدعان في الدنيا. تخيل تلفزيون الجزائر ينشر النتيجة كذبا 0-0 وهي 1-0. مجاملة هتخبيها لمين وعلى مين؟ ده احنا بنتابع كلنا. ده انت بتتذاع عندك البطولة على الأرض، الناس شايفاها. ما تفهم واله. عييت احاول افهم الناس دي يا ناس، والله ما عرفت. عييت اشوف قواعد المهنة عند الناس دي ازاي، والله ما عرفت. نشرت في تلفزيوناتهم انتهى الشوط الاول بنتيجة 0-0. يا عم ده 1-0. شيء اعجب من الخيال وشيء لا يصدقه عقل. لكن على اي حال دي دروس اللي تهمني زي ما قلت لك في بداية الفيديو. الاهداف مهمة، لكن الاخلاق وما يحققه المغرب من اهداف اخرى، اهداف برجول اسود الاطلس الله يحميهم، واهداف داخل المستطيل الاخضر اللي هم فريق المنتخب الوطني المغربي، وبأسود الأطلس خارج المستطيل وهم الجمهور. وده المهم، وهو ده المغرب، وهو ده اللي لازم الناس كلها تشوفه. وشوف شعب كوت ديفوار بيعمل ايه. شعب كوت ديفوار هيتسطى بالمغاربة وحفاوة بالمغاربة، بل انهم بينشروا فيديوهات كثيرة ليقارنوا بينهم وبين صوفيا بولمان واللي عملته وترحيلها. وفي فيديوهات تانية لمشجعين تانيين بيتضربوا مع الشرطة والله، بيلعبوا كرة في نص الشارع والشرطة في نص طريق وطنية. قالوا لهم يا عم ده طريق، ده طوموبيلات ومعطلين الدنيا، يقفوا يرشطحوا له حاجة زعطيتي خالص. المغاربة لا، المغاربة أدب وذوق وأخلاق، وده اللي يهمني، وده اللي كنت بعمله في كأس العالم. لم يكن يهمني كثيرا الأهداف رغم أنها مهمة زي ما قلت، ورغم أنها حققت شيء غير مسبوق. هم وصلوا لما لم يصل إليه أحد قبلهم، ما شاء الله تبارك الله، والله يزيدهم، وإن شاء الله كأس العالم اللي جاي ياخدوه هم. نتمنى هذا من قلوبنا لهؤلاء المحترمين ولاد الناس اللي يشرفوا، اللي احنا نتمسح فيهم ونقول مننا احنا منهم، ويشرفك لان اخلاقه ادبه لعبه. شوف النتائج، اقرا زي ما بقول لك يا غافل، لك رب يرد عنك. طلع عمروش بحقارته الجزائريه المعتاده بجينه النجس يقول كلام عيب يا راجل. ليه
الجزائري دايما كده، ولما تراجع ونشرت الصحف انه تراجع عنه وقال انتوا بتسيبوا الكلام الحلو الكتير اللي قلته وتمسكوا في كلمه. والله العظيم اليوم السابع في مصر اللي نشرت تراجع عمروش عن تصريحاته لما رئيس اتحاد الكوره التنزاني لسعوا على ودانه. الجزائري كده بالفطر، ما بيعرفوش يتواصلوا يا ناس، ما بيعرفوش يتكلموا، اتربى على انه كده، ما بيعرفوش حتى بيناتهم يتعاملوا. رئيس دولته كده قمه القمم وستكون قمه غير مسبوقه، اهاني اللي قبله، ولذلك ما حدش حضر له قمته اللي هي غير مسبوقه وقمه القمه. هم دايما كده جيات عديم الذوق، ما بيعرفش يتكلم. ويسمي ده ايه؟ مش يسمي ده ان ده عيب لازم نعالجه ونعلي من الثقافه ومن الوعي ومن الاعلام عشان نعالج هذا، لا، يسميه ايه؟ احنا اللي في قلوبنا على لساننا، احنا قافزين، احنا عشان احنا واضحين وصرحه، احنا ما بنخافش من حد. انت قليل ادب زي عامل روش كده وزي صوفيا. هل تسمي ده ان هو صريح واللي في قلبه على لسانه؟ يبقى اللي في قلبه زباله ولسانه بيجيب زباله. صوفيا لما راحت تقول اللي قالته على بلد الكاف اداهم تنظيم كاس افريقيا 2023 عشان عنده بنيه تحتيه، ما رضيش يديها لك انت. يعني هو سبقك. بلد كل اللي راح هناك يصور فيه المغاربه من جمال وحلاوه، انتوا رايحين تسكنوا في العشوائيات عشان معكش فلوس، بيطلعوك من بلدك معاك 90 يورو، فطالع كحيان كمحط، وعاملين لك تخفيض على التذاكر 50% عشان عارفين ان ما عندكش، والدوله مطلعاك بدعم، ورايح تسكن في الاحياء الفقيره ويصور الاحياء الفقيره. انت عشان دود، انتم دود. المغاربه راحوا سكنوا في الاوتيلات الفخمه وصوروها كلها، وصوروا الاماكن الفخمه لان هم رايح يشجع كوره. ولذلك على هامش او على متابعه الكان، انا اتابع الكان من هذه الجوانب وهذه الزوايا، واتابعها مما قلت كثيرا وتؤكدوها. عمري قلت لك حاجه ما شفتهاش او شفت عكسها في المغرب والمغاربه. الناس دي لا تملك الا انك تحبهم وتقول لهم عاش عمار يا مغرب، لانك بتشوف والله ما حد عمل زيهم كده من كل المنتخبات المشاركه، تبارك الله ما شاء الله، وانا متابع يعني بقرا وبتابع. ده اللي بقول لك عليه. عمري قلت لك حاجه ولقيت عكسها او ما لقيتش ناس تانية بتاكدها بلغات اخرى ومن جنسيات اخرى. لازم تقف تقول تبارك الله عليهم، ناس شفنا فيهم اللي بنقوله ده حصل، شفته اهو، الايام بتثبته، واللي قلته في الاخر الايام بتثبته. غير واحده، صوفيا من المان، الصحافه كلها كاتبه عنها في بلدها. حتى عبده سمار عامل عنها فيديو اكتر من 3/4 ساعه بيقول ايه ده، ايه ده، ايه اللي بيمثلونا دول؟ صحافه بلدهم قالت ايه دي، ايه دي اللي بتمثلنا دي؟ ترحل مشجع، عمرك شفت مشجع يترحل من اول يوم يوصل فيه بسبب عقدة النقص اللي فيهم؟ في فيديو لعبده سمار هعمل لكم فيديو عنه ساعة الا ربع بيتكلم فيها على النفسية الجزائرية. يقول لك احنا كده اقزام من جوانا للاسف. يعني شوف دول افريقية كثيرة جدا، دول افريقية كثيرة جدا كانت تعاني، نجحت وتطورت. احنا على ايه؟ احنا كده. اوغندا اللي كان فيها حروب اهلية 30 سنة غيرت واقعها، وانجولا، كينيا، اثيوبيا اللي دخلت البريكس وانت لا. قال لك انتوا قاعدين تتعالوا على افريقيا اللي احنا عملنا ايه؟ احنا مين؟ احنا لا شيء، احنا ولا حاجه، احنا زيرو. والمواطن عارف كده، فلما يروح مكان يحب يمارس عقده الذاتيه. دي حاجه نفسيه بحته يا جماعه، حاجه نفسيه بحته. الجزائري كده يتكلم مع اي حد يحاول ان يبرز عنتريه كاذبه، يحاول ان يتعالى تعالي كاذب، فيلوح زبل زي ما انتم شفتوا كده، فيلخبط الدنيا فيتكره اكتر. شوفوهم على مواقع التواصل الاجتماعي الكل بيمحط فيهم، ده مصريين، ده في فيديوهات كتير جدا لمصريين. كل ما اقول هعمل فيديو تيجي مناسبه تانية تاخدني عنه. عايز اوريكم المصريين بيعملوا فيهم ايه. المصريين نازلين من ايام غزه، اينه السيسي الصهيوني يا حفيده الصهاينه يا اللي صفاتكم ونعتكم، فدخلوا فيهم المصريين. والمصريين ما توصوش، لسانهم طويل، انا عارفهم يعني، اهلي وناسي يعني. فتحية لأسود الأطلس، ومستنيينكم تفرحونا كمان. مازال سير، ديروا النية، سير، وإن شاء الله بأخلاقكم الأول ثم بأهدافكم هنفرح وهننبسط، وهيبقى عيد زي كاس العالم. أنتم خلقتم لتشرفونا
وتفرحون. الله يزيدكم، الله يبارك لكم، الله يحفظكم. وعمار يا مغرب، دي الحكايه. اشوفكم على خير.